الخدامه لما بترجع بتلاقي ان صاحب البيت معاه بنت غير مراته، وبتقول انت بتخون ست البيت. هو بيسمع صوت مراته وصلت، فبيخبيهم هما الاثنين في الدولاب، والخدامه بتسجل في التليفون عشان توقعهم، وبتقول للبنت انت مش زعلانه عشان كده ممكن تدمر حياه واحده وتكسر قلبها في جوزها، وبتقول لها لا طبعا عشان هو بيحبني قوي ودي حاجه ما تزعلهاش، وانا لو رفضت اكمل معاه يبقى انا كده بدمر حياتها فعلا عشان هتمشي مع واحد كداب وقلبه مع واحده تانية. وبترجع مراته بيعمل نفسه فرحان لانها رجعت، وفجاه طلعت حبيبته من الدولاب وهي لابسه لبس الخدامه، وبتتفاجئ اول ما بتشوفها وبتقول له مين دي، وبيقول لها دي الخدامه الجديده عشان القديمه خلاص راحت عليها، والخدامه بتلبس هي لبسها وهي مستخبيه بتشوف عنكبوت قدامها وبتخاف منه وبتصرخ، وصاحبه البيت بتقول الصوت ده، واول ما بتفتح الدولاب بتلاقي الخدامه جوه وبتستغرب جدا وبتقول انت بتعملي ايه هنا، وبيلحق نفسه بيقول انا قفشت الخدامه وهي بتسرقنا، وفورا طردت الخدامه وبتقول له انا رايحه الشغل. واول ما بتركب العربيه بتلاقي ان الخدامه بعت لها رساله، واول ما بتسمعها بتلاقي التسجيل هي والبنت اللي مع جوزها، وبتفضل تعيط لما بتعرف حقيقه جوزها، واول ما بيجي جوزها بتقول له تعالى نطلع على الشهر العقاري واكتب لك العربيه دي باسمك، وبيفرح وبيروح على طول على الشهر العقاري، وبتخليه يمضي على ورق كتير من غير حتى ما يبص عليهم، وما يعرفش ان العقد ده بتاع بيع البيت ليها. وتاني يوم اول ما بتدخل عليها وهو قاعد مع البنت اللي مفهمه منها الخدامه الجديده، وبتقول له العقود دي اللي انت مضيت عليها وبيعت البيت ليا، وبتطردهم بره البيت. لو شايف انها اتصرفت بذكاء دوس لايك.